كنت جعانه بالليل، والمره دي بقى يا جماعه قررت ان انا عايزه اتعشى عشاء خفيف كده. فنزلت بقى على قصر المندي وطلبت من عندهم صينيه اسمها 3 سبعات عشان تقريبا فيها كل الحاجات اللي بحبها ونقنقه كده خفيفه. واول حاجه بقى ابتديت بيها هي الفراخ المندي وكمان الطرب علشان بيدوبوا كده يا جماعه، بيدوبوا. وطبعا طالما قلنا نقنقه فلازم يبقى فيه ممبار. وبجد يا جماعه مش عارفه اقول لكم انا بحب الممبار قد ايه، يعني دي من الاكلات اللي بتنزل في قلبي على طول. ونيجي بقى للكينج بتاع كل الكلام ده، الكفته. انا طبعا مش هقدر اتكلم عن الكفته كتير لان الناس كلها عارفه ان الكفته دي اكتر حاجه حلوه في الحياه، وان البني ادم اللي ما بيحبش الكفته ده فايته متعه رهيبه على فكره. ده غير ان هي بالنسبه لي زي اللب كده، ممكن اكل لي مثلا 50 كفتايه ولا حاجه. المهم يعني وانا في نص الاكل كده حسيت ان انا عطشانه شويه، فقلت لهم معلش ممكن بس شويه ملوخيه كده على جنب. المهم بقى شربتها، وبعد كده حسيت ان انا ناقصني شويه كرومب كده لان انا كنت سقعانه شويه وانتوا يعني. طبعا عارفين ان اكتر حاجه بتدفي هي الكرومب، فنقنقت لي كده في صباعي. بس برضو كنت حاسه ان لا، انا برضو لسه سقعانه، فطلبت بقى طاجن ورق عنب بالكوارع، يعني ده بقى يدفيني انا وخمسه وبعد كمان. ما شبعت بقى رحت عشان اغسل ايديا، لقيت طبق الحمام ده، فقلت لا معلش بقى احنا لازم نجربه.